اهلا بيكم يا شباب، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده انا جاي اعمل مقارنه بين السامسونج A23 وسامسونج A12. انا ليه بعمل بينه وبين ال A12؟ يعني ليه بعمل بين ال 23 وال 12 مع ان ال 12 قديم حبتين ثلاثه؟ لان الحقيقه ان لسه لحد دلوقتي في ناس بتشتري ال 12. بس انا عايز اقول لكم ان الفرق بين ال 12 وال 23 حوالي 800 جنيه بس او 700 جنيه على حسب المحل اللي انت هتشتري منه. فبالتالي انا طبعا مبدئيا بفضل ان انت لو معاك فلوس زياده تقدر تشتري 23. عشان كده انا جاي اعمل مقارنه بين الاثنين عشان افهمك ايه الفرق بين الاثنين. ال 800 جنيه دي انت بتاخد بيها ايه؟ طيب هنبتدي على طول من غير اي كلام كتير. بس وانت بتسمع كده وتتفرج على الفيديو، لايك للفيديو واشتراك للقناه وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا على طول. زي ما انتم شايفين كده في فرق في الديزاين واضح جدا. هنا في الاي 12 ما يميزه الحقيقه ان هو الظهر بتاعه مخربش، مش محتاج اصلا تحط له جراب. لكن الاي 23 ما يميزه وما يعيبه في نفس الوقت الظهر بتاعه بلاستيك ناعم جدا يا جماعه، بيتخربش من الهواء لكن تحس ان هو يعني زي ما انت شايف كده هو زجاجي جدا. طبعا الكاميرات مختلفه تماما، رصة الكاميرات مختلفه زي ما انتم شايفين. فده اول اختلاف هنقابله. الشاشة أو الواجهة الأمامية الحقيقة بين الاتنين، ال A23 هتلاقيه 6.6 إنش، وال A12 هتلاقيه 6.5 إنش. ما فرقتش 1 إنش، يعني ما فرقتش كتير، لكن بتفرق إن الشاشة في ال A23 أنت بتاخد ريفريش ريت 90 هرتز. ال 90 هرتز ده طبعا بيفرق كتير جدا في الأداء. طبعا الأداء اليومي بيفرق معاك كتير جدا، فطبعا الأفضلية لل A23. تعالوا نشوف الديزاين من تحت كده. مفيش أي اختلاف، الاتنين واحد زي ما انتم شايفين. الاتنين فيهم مايك عزل ضوضاء، مفيش أي مشاكل. هنا منفذ الشرايح نفس الكلام. زرار الباور المدمج في البصمة، وطبعا خفض وتعليق الصوت نفس الديزاين بالظبط. لازم تكون فاهم حاجة مهمة جدا، ان في حاجه بتميز الاي 23 مهمه جدا، في ناس بتستخدمها وبتطلبها. الاي 23 فيه كومباس او فيه بوصله. الاي 23 فيه بوصله، الاي 12 ما فيهوش بوصله، عشان دي مشكله بتقابل ناس كتير وملهاش حل. فانت لو عايز جهاز فيه بوصله انت هتاخد طبعا الاي 23. حاجه تانية بقى، تعال نشوف العتاد الداخلي بتاع الجهازين. الاي 12 بيجي بمعالج ضعيف حبتين من هيليو بي 35 مع 4 جيجا رام مع 128 جيجا مساحه داخليه. الاي 23 بيجي بسناب دراجون 680. طبعا اختلاف شاسع في الاداء، انت هتلاحظه لما هتيجي تستخدم، مع 6 جيجا رام مع 128 جيجا مساحه داخليه. فطبعا كل ده ما تنساش في البدايه ان انا قلت لك انت هتدفع 800 جنيه بس شوف الفروق اللي انت عمال تاخدها وانا عمال اشرح في الفيديو. فطبعا الاداء في الاي 23 لا يقارن اصلا بالاي 12. ما اقدرش ان انا اقارنهم ببعض، انا بقارن بالسعر. بقول لك ادفع زياده حبتين لكن هتاخد جهاز تقريبا الضعف في الامكانيات، في الاداء هتلاقي فيه الضعف. طيب تعالوا نشوف الكاميرات. الكاميرات الحقيقه زي ما قلت لكم مختلفه في الديزاين. لكن في الاي 12 هنا هتلاقي الكاميرا الاساسيه 48 ميجا بكسل، في الاي 23 هتلاقي 50 ميجا بكسل. ال 2 ميجا بكسل دي تبدو ان هي مجرد 2 ميجا بكسل، لكن الحقيقه الكاميرا اللي موجوده في الاي 23 يا جماعه مبهره. الحقيقه هي مش افضل حاجه، انا بتكلم على الفئه السعريه. خدوا بالكم من الكلام، الفئه السعريه لن ترى او لن تحصل على كاميرا بتأدي اداء في حدود ال 5000 جنيه 5000 ونص افضل من الاي 23. حقيقه كاميرا ممتازه جدا. مش معنى كده ان الاي 12 كاميرته وحشه، لكن فعلا الكاميرا بتاعت 23 فيها طفره. الكاميرا الاماميه بالنسبه للاثنين 8 ميجا بكسل. انا مش شايف ان في اختلاف الحقيقه، الاثنين واحد، فما فيش اي فرق بين الاختلاف. يعني في هنا 8 ميجا بكسل وده 8 ميجا بكسل، حتى على ارض الواقع ما فيش اي اختلاف. طبعا الاثنين بيدعموا
تسجيل المكالمات مفيش اي مشاكل، نشكر يعني الحمد لله ان سامسونج لسه محتفظه بموضوع تسجيل المكالمات عشان ده مطلب شعبي الحقيقه، فدي حاجه كويسه جدا. طيب تعالوا نشوف كده تيست سبيد مع بعض عشان نشوف على ارض الواقع ايه اللي هيحصل، وهشرح لكم ايه اللي بيحصل. تعالوا نشوف اعاده تشغيل كده 1 2 3 1 2 3. تعالوا نشوفوا مين اللي هيبدا الاول. ده الاي 23 وده الاي 12. هنشوف مين اللي هيفتح الاول. شايف طبعا فرق السرعه باين يا جماعه، في الستارت اب نفسه بيبان. طبعا السناب دراجون 680 اللي موجود في الاي 23 مع ال6 رام طبعا اختلاف يعني واضح جدا، واضح مش محتاجين نتكلم عليه. طبعا في الاستخدام اليومي، في استخدام الالعاب بتاعتك برضو الاستخدام هيكون واضح جدا في الاداء. عشان كده انا بنصح اي حد انه يجيب ال 23 لو انت بتقارن بين الاي 23 والاي 12. طبعا ده فتح خلاص، ده كده الحمد لله على السلامه، وده لسه بيقول يا هادي. هتقول لي طب انا ايه اللي يخليني اجيب ال 23 ده؟ انا ممكن اجيب الاي 13. الحقيقه ان الاي 13 برضو يعني الفرق بينه وبين الاي 23 مش كتير، هتلاقي مثلا 400 جنيه ولا حاجه. فبرضو انا برشح لك الاي 23. الاي 23 هو خليفه الاي 22. ده لو كان فيه سوبر امولود يا جماعه، ده الجهاز ده 23 لو كان الشاشه بتاعته سوبر امولود مش اي بي اس ال سي دي كان هيبقى جهاز خرافي. لكن للاسف يعني سامسونج بخيله علينا حبتين وحبت ان هي تجود من عندها يعني. الفرق اللي بعد كده ان الاثنين هتكون البطاريه بتاعتهم 5000 ملي امبير. هتقولي طب ايه الفرق؟ هقول لك في زمن او القدره بتاعت الشحن. الاي 12 بيشحن حد اقصى 15 واط، لكن الاي 23 لو انت معاك شاحن 25 واط هيشحن معاك 25 واط. ما بيجيش معاه في العلبه طبعا الشاحن 25 واط، لكن هو قدرته ان هو يشحن ب 25 واط. بطاريه ممتازه في الاثنين الحقيقه، بتكفي معاك اليوم وزياده، بتقدر ان انت تعتمد عليها مفيش اي مشاكل خالص. لكن طبعا بما ان الجهاز الاي 12 البروسيسور بتاعه اقل فهو بيسحب طاقه اقل، فالبطاريه بتعيش اكتر، يعني ممكن تعدي معاك اليوم ويوم ونص كمان. هنا هتكفي معاك اليوم مستريح، او لو انت هيفي يوزر قوي ممكن ان هي يعني تشحنها في نص اليوم او حاجه، لكن بطاريه فوق الرائعه الحقيقه. طبعا اللي انا شرحته ده انا شرحت سعر، انا جاي اشرح سعر وجاي اشرح امكانيات عشان تكون فاهم انت بتشتري ايه وبتحط فلوسك في ايه. اتمنى ان انا قدرت اكون فدتكم. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه وفعل زرار الجرس، ولو احتجت اي سؤال انا مستنيك تحت في الكومنتات. ان شاء الله نشوفكم الفيديو الجاي. تحياتي لكم.